تعالى اقولك ازاي يبقى عندك سمنة بلدي طول السنة وببلاش، مش هتدفعي فيها فلوس. اللي قدامك ده جردل مليان قشطة. انا بجيب اللبن وبغليه واروح حاطاه في الفريزر، في التلاجة لعند ايه ما اللبن يسقع معايا جامد والوش بتاعه ينشف كده، واروح شايلاه حاطاه في علبة في الفريزر، افضل اجمع فيه لعند ما بملى العلبة دي. يعني ده التجميعة بتاعت شهر عندي، لان طبعا عارفين ان احنا في الشتاء، واللبن بتاع الشتاء بيبقى الخير بتاعه كتير وبيبقى كله دسم كده، والقشطة بتاعته بتبقى كتير. فانا كل شهر بعمل علبة زي دي، وطول السنة شغالة بنفس النظام ده. املى العلبة واروح اخضها واسيحها. فانا دلوقتي هخضها معاكم ونشوف ايه هنسيحها ازاي ونستفيد بها ازاي. يلا نخضها مع بعض. لو عندك طبعا عجان هتحطيها فيه اسهل، لو عندك مضرب كهربا ماشي، ممكن تحطها في الخلاط بس ممكن الخلاط يتحرق منك. انا بعملها بايدي لان سمنة الشتاء ما بتاخدش وقت، القشطة بتطلع معاكي على طول، ما بتاخدش وقت خالص، مش زي بتاعة الصيف. يعني لفتين تلاتة كده وهوب تلاقيها ايه لفت معاكي. وهوريكي برضو لما تلف معايا يبقى شكلها عامل ازاي، ولما تخرز وتعرفي ازاي ان كده السمنه بتاعتك حلوه. خليكي معايا ايه واحده واحده كده. انا كده ايه بخض فيها اهوت، هتلاقيها ساحت مني خالص كده وترجع بقى تمسك نفسها شويه. بس زي ما قلت لك بتاعه الشتاء ما بتاخدش وقت، بتطلع معاكي على طول. بصوا هي كده خفيفه معايا لسه، كل ما اضرب بايدي فيها كده هتتقل معايا، ما بتاخدش وقت صراحه، وهتوفر عليكي كتير. دلوقتي السمنة بقت غالية، الكيلو معدي 250 جنيه، فاحنا ليه بنجيب اللبن نشربه وناخد القشطة نعمل منها ايه السمنة. بصوا بدأت تتقل اهيت، بص خلاص تقلت معايا اهيت، وبدأت ان هي ايه تخرز. لسه برضو كده ايه هشتغل فيها شوية كمان لعند ما هي تنطر الخض اللي فيها، تلاقيها عملت مية كده، هي لسه كده ايه ما طلعتش الخض بتاعها، معناها ان لسه السمنة كده ايه ما عملتش كويس. افضل الف برضو فيها شويه كده لعند ما الاقيها نزلت ايه الخض بتاعها. بصوا بدات تخرز معايا اهيت، تلاقيها ايه زي المفروله معاكي كده، كده بتبقى خلاص بدات ان هي ايه تبقى سمنه معاكي. وبصوا الخض اللي طالع منها، والخض ده احنا ما بنرموهوش، ده احنا بنستفاد بيه وبيبقى طعمه حلو قوي، تحس ان هو مسكر كده زي ما يكون حاطه عليه سكر. بصوا كده خلاص السمنة بتاعتي طلعت اهي ما شاء الله جميلة، وبتبقى مرملة معاكي، والمرتة بتاعتها بتبقى جميلة جدا وما بتطلعش مرتة كتير كمان. بصوا السمنة ما شاء الله سمنة بلدي. على بقى ناخد كرة السمنة دي، ده عملت لي اكتر من كيلو، يعني الجردل اللي كان معايا عمل لي اكتر من كيلو سمنة. طبعا انا بجمعها ايه طول الشهر، لان انا بجيب لبن من الفلاحين، واللبن ما شاء الله بيبقى جاي بخيره وبيبقى ايه بالدسم بتاعه، غير اللي بيبقى في السوبر ماركت بيبقوا واخدين القشطه منه. فانا بجيب من الفلاحين، عشان كده ايه بجمع ايه الجردل ده على طول على مدار الشهر بروح مجمعاه. فكده ايه انا لميت القشطه بتاعتي اهيت، تعالوا لميت السمنه بتاعتي وايه تعالوا بقى عشان هنروح نسيحها مع بعض. وطريقتها سهله جدا لما تيجي تسيحيها. انا حطيت حله على النار، انا بحب اسيح السمنه البلدي بالذات في حله المونيا، مش عارفه ليه ما بحبش احطها في حله التيفال ولا حاجه، بحب ايه حله المونيا. احطها على النار لعند ما تسيح معايا خالص، ونديها اضافه صغيره بس كده شويه ملح عليها عشان المرته بتاعتها تبقى ايه متملحه معايا كده وحلوه، ما تكتريش الملح، هي شويه ملح صغيرين اقل من ربع معلقه كده، شويه على طرف المعلقه وتحطيهم لعند ما تلاقيها ساحت معاكي خالص كده وهتبدا تفور، تروحي مهديه عليها النار وتسيبيها تستوي بقى براحتها. هي بتاخد وقت شويه عشان تستوي براحتها والمرته بتاعتها تستوي. كل الرغاوي البيضه اللي على الوش دي المرته بتاعتها لسه هتسقط في قعر الحله كده وايه تحمر معاكي. بص بعد ما خلاص هي كده استوت والمرته ادتني اللون الذهبي الفاتح، اللون الجلد الفاتح كده ايه، وتطفي عليها عشان لسه هتكمل سوا مع الغليان بتاعها. يعني انا هطفي عليها وهتلاقيها عماله لسه بتفور معايا، فعشان كده بنطفي عليها وهي لسه ايه ما احمرتش قوي، لان هي هتكمل سوا لسه ايه في السمنه في السخونيه. بصوا جميله ما شاء الله، تطلع صافيه معاكي وريحتها قلبة الدنيا وطعمها جميل جدا. كده انا طفيت عليها بس هي لسه بتغلي معايا عشان ايه السخونيه بتاعتها. بعد ما تبرد بقى اروح معبيها ايه في بطرمان. البطرمان ده بياخد كيلو صافي بعد ما بسيحها، يعني بطرمان ما شاء الله كيلو صافي مليان على الاخر.
والمرتة بتاعتها جميلة جدا، ما طلعتش طبعا مرتة كتير، يعتبر معلقة كبيرة مرتة. والخض ده انا ما برمهوش، بعجن منه قرص، بعمل منه قراقيش، بعمل منه اي معجنات، بعجن بيه البيتزا، ما برمهوش، بحطه في الفريزر وقت ما احب استعمله. وممكن استعمله كده على طول، بس ما بتحطيه في الفريزر بتلاقيه زي المجبن معاكي كده، ما بيحصلوش حاجة، بتشتغلي بيه عادي. فانا عشان مش محتاجاه بروح محطاه في كيس، واروح رافعاه في الفريزر، وقت ما احب اعمل اي معجنات بروح مطلعاه يفك، وبعد كده بشتغل بيه عادي. وهعمل لكم فيديو بيه برضو وانا بعمل بيه القرص، بيبقى جميل وبيخلي القرص كده هشة وجميلة وطرية وجميلة جدا. وده يا حبايب قلبي كان الفيديو بتاعي معاكم النهاردة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، بس ما تنسيش تحطي لي لايك، ما تنسيش تفعلي زر الجرس عشان يوصل لك مني كل جديد. واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله.